الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح الرسالة القيروانية للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني النفزي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الخامس من شهر رجب الحرام الفرد عام 47 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. أخواني الكرام، هذه الفقرة فيها مسائل كثيرة حقيقة، إن كانت كلماتها قليلة لكن مسائلها عديدة. المسألة الأولى وهي: هل الجنة والنار مخلوقتان أم أن الله سبحانه وتعالى سيخلقهما في المستقبل؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة ووافقهم في ذلك الشيعة الإمامية هو أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما قائمتان الآن. وخالف في ذلك المعتزلة ومن تابعهم من الخوارج وطائفة من الإباضية، أو من تابع المعتزلة من الخوارج وطائفة من الإباضية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته، مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها، إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن، وقالت: بل الله ينشئها يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة الله فيما يفعله سبحانه وتعالى. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وهذا الكتاب حقيقة سنشير إليه في العديد من المسائل في هذا الفصل، لأن هذا الكتاب من أعظم الكتب التي وصفت الجنة وما فيها من النعيم، وحررت الأقوال التي اختلف فيها الناس. فنقول: لقد تضافرت النصوص كتابا وسنة على إثبات ما ذهب إليه المسلمون قبل حدوث الاختلاف بينهم في هذه المسألة. تضافرت على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لم يقل ستعد، لا، أعدت وانتهى الأمر. ومن ذلك قول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآيات كثيرة تتحدث عن الجنة والنار أنهما مخلوقتان. وقد عبر القرآن الكريم بصيغة الماضي في قوله أعدت، وهذا التعبير يفيد أنها موجودة. وفي قصة الإسراء والمعراج
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى ما فيها، ودخل النار واطلع على النار. ويقول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل عليه السلام هنا. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وهذا كله أين؟ في الجنة. هذا يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث يقول في قصة الإسراء والمعراج في آخرها: ثم انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، يحكي عن نفسه بأنه دخل الجنة ورأى ما فيها. إذن هذا ليس أمرا خياليا وليس أمرا لما سيكون، لا، هذا أمر كائن وحدث. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الجنة بأنها يدخلها المؤمنون، فقال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. ويقول عز من قائل سبحانه في شأن النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ويقول عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا كله يتحدث عن أمر قد انتهى وأعد. وقال عز وجل: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وكل هذا يؤكده ويثبته النصوص الواردة عن أحوال القبر وما فيه من كونه قطعة من النار أو روضة من رياض الجنة. والآثار في هذا كثيرة جدا عميقة. وقد ثبت في السنة أيضا آثار أكثر وأصرح، أكثر وضوحا يعني وأصرح في أن الجنة والنار مخلوقتان. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى كما ذكرت لكم الآن عند جنة المأوى كما في الصحيحين، واللفظ لمسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق به جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشي ألوان لا أدري ما هي، ثم قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ، أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. الله أكبر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني الصباح والمساء، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا دليل على أن المقعد موجود وأنه ينتظرك أن تأتي إليه. وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه ذكر الموت والقبر وما إلى ذلك، ثم فيه: ينادي مناد من السماء في الجنة من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتي من روحها وطيبها. وهذا في القبر، هذا في القبر. وهذا حديث طويل رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود ورواه غير واحد وصححه جماعة من العلماء، وأطال العلماء في تصحيحه، فهو حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقال إن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم ثم رجع إلى الوراء، وفي مرة أخرى تقدم إلى الأمام فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم أفظع، نسأل الله العافية، فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس
يصلي بهم صلاة الكسوف فرأى الجنة والنار عيانا. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وماذا رأيت يا رسول الله؟ وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار، صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إلى ما أعددت لأهلها، انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فقال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. قال: فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها. قال: فرجع إليها فقال: فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع فقال: فوعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. الجنة. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليها فقال: فوعزتك لا يراها أحد، فوعزتك لا يسمع بها، لا أقول لا يراها، لا يسمع بها أحد فيدخلها. يعني هذه النار يستحيل أن يدخلها أحد وهو يعلم ما فيها. قال: فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد، أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. نسأل الله العافية. فهذا الحديث يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن هذه حفت بالمكاره وهذه حفت بالشهوات، ولولا ذلك لدخل الناس جميعا إلى الجنة ولهرب الناس جميعا من النار، نسأل الله العافية والسلام. إذن الحديث بهذا المعنى كثيرة، وقد عقد البخاري في صحيحه بابا فقال: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، وذكر الأحاديث التي تقدم بعضها. المسألة الثانية، المصنف يقول، أو المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي التصديق بالنظر إلى وجه الله عز وجل. هذه مسألة عظيمة، وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة بأبصارهم عيانا. هذا الأمر أيضا مما اتفق عليه المسلمون من لدن الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن نبغت نابغة الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم من الزيدية والإباضية وغيرهم من الفرق الذين أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أنكروا رؤية الله يعني مطلقا. ولكن الذي عليه المسلمون قبل هذه البدعة فهو أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأن ذلك أعظم نعيم الجنة، وأن المؤمنين لو لم يروا ربهم لما وجدوا في الجنة اللذة التي يريدون. قال الإمام ابن أبي زيد في كتابه الجامع من مختصر المدونة: ومما أجمعت عليه الأئمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلال، ثم ذكر مجموعة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون، يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم، ليس بقلوبهم، بأبصار وجوههم، لا يضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضهم إلى بعض. وفي قراءة لا يضامون، يعني من الضيم، يعني لا يظلمون في ذلك، كما قال عز وجل في كتابه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه.
وقال أشهب بن عبد العزيز القيسي أحد كبار تلاميذ الإمام مالك من أهل مصر، قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني هذه كلمة لا معنى لها إن كان الجميع محجوبين. إذا حجب الكفار إذا الصالحون والمؤمنون سيرون ربهم سبحانه وتعالى. فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي رواية: فقال له: يا أبا عبد الله، فإن قوم يزعمون أن الله لا يرى. قال مالك: السيف، يعني هؤلاء كفار يستحقون القتل. السيف رحمه الله. وهذه هذه الرواية رواها أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال ابن وهب، عبد الله بن وهب، وهو من أحد أكابر أصحاب الإمام مالك من أهل مصر ومن أهل الحديث والأثر، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الناظرون يرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة. والأدلة على هذا كثيرة في القرآن والسنة. وصنف فيه العلماء المصنفات المفردة، وهذا من الأصول العظيمة التي فارق فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة نظرة النعيم، يعني تبرق من الجمال، من النضرة. إلى ربها ناظرة يعني تنظر إليه سبحانه وتعالى. تقول: نظرت إلى الشيء، إذا عديته بإلى يعني رأيته. نظرت إلى الشيء يعني رأيته. وتقول: نظرت الشيء، إذا تركت الحرف المتعدي يعني انتظرته. فالذين قالوا إن معنى هذه الآية إلى ربها ناظر يعني تنتظر جزاءها وما إلى ذلك، هذا خطأ من ناحية اللغوية. هذا خطأ. لا تقول نظرت الشيء، لا تقول نظرت إلى الشيء، تقول نظرت الشيء يعني انتظرته. أما إذا عديته بإلى فمعنى ذلك النظر بالعين. هذا هو كلام العرب وهذه لغتهم. فهذه الآية صريحة في أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل، لا تحتمل ردا ولا تأويلا. ثم قال: ومن الآيات التي ذكرها العلماء أيضا قال تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ فسرت الزيادة بأنها رؤية وجه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح الذي سنذكره الآن، حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. وجاء ذلك صريحا عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم. أورد ذلك كله برواياته الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وذكر ذلك جمع من أئمتنا رحمهم الله الذين صنفوا في كتب الاعتقاد، كأبي بكر الآجري في الشريعة، وأبي القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وغير هؤلاء الأئمة رحمه الله. فهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب في رواية، وابن عباس، وهو قول جماعة من التابعين، وهو الصحيح في هذا الباب، يعني أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وسأذكر الحديث في الأدلة من السنة. وقال تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا جماهير المفسرين الذين أثبتوا رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة. وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أي أن الله سبحانه وتعالى يحجب يوم القيامة من غضب عليه من الكفار عن رؤيته. ومفهوم الآية أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين، وإلا لو كان الجميع محجوبا لما قيل عن المشركين أو عن الكفار بأنهم محجوبون عن ربهم يوم القيامة، ولما كان هناك فرق بين أهل الصلاح وأهل الطلاح.
قال حافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه الانتقاء الذي خص فيه الأئمة الثلاثة مالكا والشافعية وأبا حنيفة بالذكر، فقال: سئل مالك: أيرى الله يوم القيامة؟ فقال: نعم، يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال لقوم آخرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإما جاء عن الإمام مالك رحمه الله إثباته للحجب الحقيقية، قال ابن القاسم: قال أبو السمح لمالك: يا أبا عبد الله، أنرى الله يوم القيامة؟ قال: نعم، نجد الله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول لقوم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا ذكره الإمام ابن رشد في البيان والتحصيل، شرح البيان والتحصيل، وذكره يعني في شرح العتبية. وقال الربيع بن سليمان: حضرت الشافعية محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، قد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قال الشافعي: فلما انحجبوا هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. إذا حجب هؤلاء لأنه مسخوط عليهم، معنى هؤلاء أن هؤلاء ليسوا محجوبين، هذا واضح. قال الربيع: قلت: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله. لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله تعالى. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. أنا لم أقصد إلى ذكر كلام أئمة السنة في هذا الباب، فإنه كثير جدا. كلام أئمة أهل السنة من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا أكثر من أن يعني يسعه مجلس واحد. أنا فقط ذكرت كلام الإمام مالك وبعض كبار أصحابه لأن له اختصاصا بهذا الموضوع، وذكرت تفسير الإمام الشافعي رحمه الله للآية. أما السنة فالأحاديث فيها كثيرة طيبة، وكما ذكرت لكم فقد أبدى وأعاد الإمام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح في ذكر الأحاديث والآثار في هذا الباب ومناقشتها ومناقشة المخالفين، وأخذ ذلك وزاد عليه وناقش مناقشة طويلة الإمام ابن الوزير رحمه الله في كتابه العظيم العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. هذا كتاب عظيم عليك، وقد أبدى وأعاد وأطاب في هذا الباب. لما؟ لأنه يناقش الزيدية الذين ينكرون الرؤية، فأتى بالنصوص والآثار يعني حقيقة شيء ماتع. أما أئمتنا رحمهم الله فهذا الباب أولوه اهتماما كبيرا نظرا للصراع العظيم الذي كان بين أئمتنا وبين الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقتهم. واضح يا إخواني؟ ولذلك حتى الذين وقعوا في بعض الخلافات من المنتسبين للسنة كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم لا يخالفون في هذا الباب. قلنا هذا الباب لأنه من الأصول العظيمة لأهل السنة، فكيف يخالفون؟ وإن كان بعض المتأخرين لهم كلام يعني فيه يعني كلام غير واضح، لكن المنصوص عن كبار أئمة المتقدمين كأبي الحسن الأشعري وكبار أصحابه كأبي بكر بن طيب الباقلاني وغيرهم كلام صريح هو نفس كلام أئمتنا، كلام حرفا وكلاما وكلمة كلمة رحمه الله جميعا. أما الآثار الواردة في السنة فأكتفي بأهمها، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب الروم الذي وعدتكم بأني سأذكره لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى، انظروا إلى هذا الحديث، حديث عظيم حقيقة: تريدون شيئا أزيدكم؟ ربي سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين في الجنة: تريدون شيئا أزيدكم أو أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. وفي رواية: ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن ذلك ما اتفق عليه الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وجرير هذا من قبيلة بجيلة،
وقبيلة بجيلة قبيلة يمانية في جنوب الجزيرة العربية، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وكان من كبار سراة القبيلة. أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 80 يوما، وكان وسيما قسيما جميلا لا يثبت على الفرس، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره فثبت على الفرس. ولذلك كان يعجبهم أحاديث جرير، لأن من أواخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، أو لا تضامون. تضامون من الضم، يعني لا يحتاج الأمر إلى أن تتزاحموا، لا لا لا، أنتم متفرقون وترون الله عز وجل. أو لا تضامون يعني من الضيم، لا ينزل عليكم الضيم بأن لا تروه سبحانه وتعالى. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، غروب الشمس، فافعلوا، يعني صلاة الصبح وصلاة المغرب، أو صلاة العصر، نعم، صلاة العصر. هذا حديث عظيم. وفي الحديث الذي بعده أيضا يشبهه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. هذا الحديث أيضا رواه الشيخان في صحيحيهما. ومعنى قول لا تضارون أي لا تزدحمون على رؤيته سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى في السماء في مكانه، وأنتم في أينما كنتم كل يراه من مكانه. هو سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه، ولكن أنتم ترونه كما يحب الله، كما يعني يريد الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يقول: إنكم سترون ربكم. هل معنى ذلك أن المؤمنين يرون ربهم كالشمس يعني أو كالقمر؟ لا لا لا، الحديث يشبه الرؤية بالرؤية، لا المرئية بالمرئي. انتبه، كما أن الرؤية واضحة جدا للشمس والقمر، كذلك ستكون الرؤية لله عز وجل. فشبه الرؤية بالرؤية، لا المرئية بالمرئي. وهنا فوائد، يعني في وجه الشبه بين الرؤيتين. أولا أنها رؤية بصرية، وقال لهم سترون ربكم، فهي رؤية بصرية ليست رؤية قلبية أو كما زعم ذلك بعض الناس. ثانيا أنها رؤية من غير إحاطة، قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. وهذا من أدلة الذين ينكرون الرؤية، لكن أتوا من قلة فهمهم، لأن عدم إدراك الله سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله ليس معناه أننا لن نراه، بل نراه إن شاء الله، لكن برؤية لا تحيط به سبحانه وتعالى. الثالث أنهم يرونه من فوقهم، كما هو الشأن في رؤية الشمس والقمر، فهي رؤية من هو أسفل إلى من هو فوق، لأن الله عالم، ولأنه فوق عرشه، ولأنه في السماء سبحانه وتعالى، والعلو من لوازم ذات الله عز وجل. ثالثا أو رابعا أنهم يرونه ظاهرا لا يلحقهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حديث هذا متفق عليه أيضا. وكان من دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الشاهد فيها: وأسألك النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك. حديث رواه الإمام أحمد ورواه النسائي وغيره، حديث صحيح. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. وقد ذكرت لكم أن الإمام ابن القيم يكاد يستوفيها في كتابه
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذا كتاب يعني قيدوه، اشتروه واقرأوه. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. طب ما السبيل إلى رؤية الله عز وجل؟ ماذا نفعل حتى نكون من أصحاب هذه المنزلة العظيمة؟ أولا أن نموت على التوحيد وعلى الإسلام. فالكافر لا يرى الله عز وجل لأنه محجوب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكافر محجوب عن رؤية ربه سبحانه وتعالى. إذا مت على التوحيد، لأن أعظم نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وأعظم جحيم أهل النار هو أنهم حجبوا عن رؤية الله عز وجل. وذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين مسألة تناقش فيها الصوفية قديما، وهي هل ينبغي علينا أن نعبد الله من غير نظر إلى جنته ولا خوف من ناره، بل لذاته سبحانه وتعالى، أم أنه يجب علينا أن نطمع في الجنة ونخاف من النار؟ والصواب كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الذي تقرر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أننا ندعو الله رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في الجنة وهروبا ورهبا من النار. قال: ولأن أعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجل. فلا يتصور أن تقول: لا عذبني بنارك إن كنت تحب. هذا كلام فارغ، لأنك إذا دخلت النار فقد سخط عليك لن تراه سبحانه وتعالى. ولأن أعظم جحيم أهل النار هو الحجاب عن الله عز وجل. فلذلك لا تناقض بين الأمرين. وإن كان يظن المرء أن أعظم لذات الجنة هي الحور العين والطعام والشراب، وهذا لا، هذا لمن كان مستواه نازلا. أما المستويات العالية فهي الذين يريدون الجنة ليروا الله عز وجل. فإن أعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن أهل الجنة من يراه مرتين في اليوم. فالناس أيضا في النظر إلى وجه الله درجات، ليسوا سواء. ليس كل أهل الجنة يرون الله في نفس الوقت وفي نفس هذا الملك، هذا العظيم سبحانه وتعالى. نسأل الله لا يحرمنا من ذلك. المسألة الثانية يعني من أسباب رؤية الله عز وجل في الجنة الإحسان، أن تحسن إلى الناس، أن تحسن إلى المسلمين، أن تحسن إلى الحيوانات، أن تحسن لعباد الله، لكل شيء. الإحسان، قال الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، وله الزيادة وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما في حديث صهيب الرومي، وكما ورد ذلك عن السلف الذين ذكرت لكم بعض أسمائهم. ثالثا الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا. فإن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذا دعاء، إنسان يدعو، والله عز وجل قمن بأن يستجيب لنا دعاءنا إذا دعونا، ولا يحرمنا من النظر إلى وجه الله عز وجل، كما في حديث عمار بن ياسر الذي ذكرته لكم. ومن ذلك المحافظة على الصلوات كاملة، وخصوصا صلاتي الفجر والعصر، كما في حديث جرير بن عبد الله الذي ذكرت لكم. وهنا لطيفة ذكر أهل العلم، وهي أن السر في أن من حافظ على صلاتي الفجر والعصر كان جزاؤه أن يرى وجه الله سبحانه وتعالى، حيث إنه يرزقه الله عز وجل رؤيته في الجنة بكرة وعشية. فالجنة لا ليل فيها، الجنة لا ليل فيها، كما قال عز وجل: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. يعني أن الله سبحانه وتعالى يرى في مقدار البكرة والعشي في الدنيا يعني، وذلك لمحافظة على صلاتي العصر والفجر. هذه خصوصية المحافظة على هاتين الصلاتين. ومن أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، يعني الذي يطيل ثوبه ويجره خيلاء، والمنان الذي يفعل الخير في الناس ثم يمن عليهم، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والله بعتها بك، والله اشتريتها، والله. هذه الثلاثة هذه عقوبتهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا حديث جليل القدر، رواه مسلم في صحيحه وغير واحد من علمائنا رحمه الله. ومن أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل محبة العبد للقاء الله سبحانه وتعالى. أنت تشتاق إلى الله عز وجل وتريد أن ترى الله عز وجل. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حديث أخرجه البخاري بصحيح. وقد أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، رؤية الله مطلقا، الجهمية والمعتزلة، وتابعهم في باطلهم كل من أخذ بأصولهم من الإمامية والزيدية والإباضية. الإمامية الشيعة، الإمامية يعني، والزيدية والإباضية، هؤلاء كلهم اليوم ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى ويقررون في كتبهم ويصنفون في المصنفات: خابوا وخسروا، خابوا وخسروا. وحجتهم في ذلك حجة داحضة. فمن ذلك قول تمسكهم بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. قالوا يعني لا تراه الأبصار، هذا كلام فارغ. الآية حجة عليهم، لأن الله عز وجل في هذه الآية قال لم ينكر الرؤية، إنما أنكر إدراك الأبصار لله عز وجل. وأنت ترى الشمس ولا تكاد تدركها لشدة ضوئها، فكيف بالله عز وجل؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إذن المنفي هو الإحاطة، المنفي هو إحاطة والإدراك لا الرؤية. وكذلك احتجوا بقول الله عز وجل لموسى عليه السلام: قال لن تراني. قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. طيب لن تراني يعني إلى أبد الآبدين؟ لن تراني الآن في الدنيا، لأن بصرك لا زال ضعيفا، فلن تراني في الدنيا. وزعموا أن لن تفيد التأبيد أبدا إلى أبدا، وهذا كلام غير صحيح. علماء اللغة أثبتوا أن لن لا تفيد التأبيد، بل تفيد أن ذلك مؤقت. والدليل على ذلك قول الله عز وجل عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الموت، لن يتمنوه أبدا. هنا قال لن يتمنوه أبدا، فاجتمع فيها لن وأبدا، ففيها تأكيدان. ومع هذا قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فقد تمنوا الموت. لماذا؟ تمنوا في جهنم. إذا اختلف الوضع واختلف الأمر. فإذا لن لا تفيد التأبيد، إنما تفيد توقيت ذلك. طيب هذا بعضهم. واحتجوا أيضا بقول الله عز وجل وأنكروا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال لا، يعني هذا انتظار الثواب وكذا كلام، يعني كلام فارغ. إذن حجتهم داحضة حقيقة. والنصوص الصريحة الصحيحة التي أوردناها لا ترد بمثل هذا الكلام الفارغ. ولكن سبحان الله، يعني إنسان معطل لله صفاته وينكر هذه الأمور كلها، طبعا سينكر رؤيته، هو ينكر كل شيء. إذا كيف يثبت رؤية الله عز وجل وهو ينكر أصلا صفاته وينكر كثيرا من هذه الأمور؟ فالحقيقة يعني هذه نتيجة حتمية للأصول الفاسدة التي أصلوا عليها مذهبهم. طيب المسألة الثالثة التي ذكرها في هذه الفقرة هي أن هذه الجنة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم والتي نشتاق لدخولها في يوم القيامة هي الجنة التي خلق فيها آدم عليه السلام، وهي التي أهبط منها إلى الأرض. وهذا الموضوع حقيقة هو الذي عليه جماهير علماء الإسلام،
هو المشهور عن أهل السنة، بل أظن أن عامة المسلمين لا يعرفون إلا هذا، هذا هو المقرر لدى الجميع. لكن سبحان الله، الذي في التوراة أن الجنة لا هي مكان جميل وعالي، بستان كبير وجميل وكذا في منطقة معينة مذكورة في التوراة. ومال إلى هذا بعض المعتزلة من مفسريهم وغيرهم ومن الإمامية والشيعة وكذا، وحكوا ذلك عن بعض الأئمة من آل البيت، وذكر المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، وأتى بقول الطائفتين والفريقين وسكت. أما شيخ الإسلام رحمه الله ففي موضع من مجموع الفتاوى أبدى وأعاد في هذا القول، وحكى القول الآخر الذي يقول بأنها جنة في الأرض وكذا بأنه قول الملاحدة والزنادقة وكذا يعني، لكنه في كتاب النبوات قول القول الآخر وجعله هو الراجح. يعني قال بأن القول بأنها جنة في الأرض وليست هي جنة عدن، يعني هذا هو القول الراجح، مال إلى هذا القول في كتاب النبوات. وسبحان الله، وممن قال بهذا القول أبو مسلم الأصفهاني، وهو منسوب إلى اعتزال ومذهب الزيدية، وأظن كذلك الشيعة الإمامية يقولون هذا حسب ما قرأته من كلامهم، يقولون هذا الكلام. ويقوله أيضا منذر بن سعيد البلوطي القرطبي أحد كبار علماء الأندلس، وكان يميل إلى المذهب الظاهر وينسب إلى شيء من الاعتزال يعني. فقالوا لهم أدلة، حقيقة أدلة كثيرة. قالوا يعني الجنة التي يعني إذا دخلناها لن نخرج منها، جنة خلد وجنة عدن. ولعلهم قد يكونون قد قالوا أيضا إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل في السماء أو في الجنة، في جنة عدن، فهو في الأرض، كان في الأرض يعني خلق في الأرض. ومن ذلك أيضا قولهم بأن الشيطان يعني أخرج من الجنة كيف يعود إليها؟ لا يمكن أن يعود إلى الجنة، يعني لا وجه لعودته إلى الجنة على حسب قولهم، حتى يدخل إليه ويوسوس ويؤدي إلى. ثم قالوا إن الجنة دار جزاء وليست دار تكليف، الجنة دار جزاء وليست دار تكليف. لكن حقيقة الذي عليه جمهور المسلمين والذي قرره الإمام ابن أبي زيد وحكاه عن جميع أهل السنة وتتابع العلماء على ذلك وقرروا، هو أن الجنة هي الجنة وهي التي أخرج منها. حتى ابن القيم يقول في النونية: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى، يعني هي بلدنا الأول الذي أخرجنا منه. وقد ذكر الله عز وجل في الجنة التي أدخل آدم وزوجه فيها، ثم قال: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يحدد يعني الجنة المعروفة، وألف لام هنا ألف لام العاد، فالأصل أنها جنة عدن وليست جنة أخرى. وكذلك قال الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني آدم وحواء وإبليس الذي كان من المفترض أنه كان من الملائكة، يعني كان مع الملائكة وكان يعبد الله سبحانه وتعالى، ثم سخط الله عليه فأنزله من الجنة. وقال عز وجل في الآية الأخرى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقد ثبت في الصحيح أن آدم عليه السلام تطلب منه الشفاعة في الموقف يوم القيامة كما ذكرنا في المجلس الماضي، فيعتذر منها ثم يقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ هذه خطيئة أبيكم آدم، هذه أدلة قوية حقيقة، فدل على أن الجنة التي خرج منها هي التي سيعودون إليها. وقد جاء ذكر الجنة التي دخلها آدم عليه السلام في القرآن معرفة بلام التعريف، ولم يذكرها منكرة قط. قال تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني الجنة التي نعرفها.
وقال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني إبليس، ولا جنة يعهدها المخاطبون إلى جنة عدن التي في السماء، والتي سيرجع إليها الصالحون المؤمنون. وهذا اختصار شديد، يعني يعني موضع لا يحتاج إلى كثرة التطويل وما إلى ذلك، لكن يعني أنا ذكرت لكم، بسطت لكم المسألة لأجل هذا القول. المسألة الرابعة التي ذكرها قال أسكن فيها آدم خليفته، يقول ابن أبي زيد خليفته، يعني أن آدم هو خليفة الله في الأرض. هل صحيح أن نقول إن آدم خليفة الله في الأرض؟ الله عز وجل يقول إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ومن المفسرين من قال هذا، قال خليفة الله، يعني أن آدم هو خليفة الله على أرضه. ويقال إن آدم عليه السلام سمي خليفة لأنه صار خليفة لخلق قبله كانوا على الأرض، هذا قول، أو لأن ذريته خلائف يخلف بعضهم بعضا، قال الله عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. والقول بأن آدم خليفة الله في الأرض إن كان بمعنى أن آدم خليفة لله بمعنى الانتساب إلى الله كبيت الله وناقة الله وما إلى ذلك، هو انتساب التشريف، فهذا كلام صحيح، فهي إضافة التشريف لا حرج فيها إن شاء الله. أما أن يقال إن آدم يخلف الله على الأرض، لا، هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن الله حي لا يموت، ولأن آدم يموت، فالميت لا يمكن أن يخلف الحي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، فالله عز وجل هو خليفتنا ولسنا نحن خلفاء الله عز وجل. وفي حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، فقال إن الله هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغيب، فمن يخلفه؟ الله عز وجل، لأنه هو الباقي، لأنه هو الدائم سبحانه وتعالى. فلذلك إن كان مقصود الإمام رحمه الله بأن الله خليفة لنا على الأرض، بأن آدم خليفة الله بمعنى التشريف، فهذا هو المظنون بالإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، فلا حرج في ذلك إن شاء الله بهذا المعنى يعني. طيب ولماذا يقال الخليفة الذي يحكم المسلمين خليفة؟ خليفة هنا بمعنيين، إن كان من أهل الصلاح والتقوى كالخلفاء الراشدين ومن كان على منهاجهم فهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم جلسوا مجلسه صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا غير ذلك من هؤلاء ملوك الجور وما إلى ذلك، هذا خليفة بمعنى يخلف بعضهم بعضا، يعني كلما هلك سلطان خلفه غيره، هذا هو المعنى. فهذا بهذا المعنى يصح، وإلا فالخلافة بمعنى خلافة النبوة قد ثبت في حديث سفينة رضي الله عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ولذلك نقول الخلفاء الراشدون، ويقال زمن الخلفاء الراشدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أما الملوك وكذا هذا خلافة عادية يخلف بعضهم بعض. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، ونزلت بعض المسائل الأخرى لعلنا نتركها إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.